عثر عامل التوصيل بالصدفة على قناع غامض، وما إن ارتداه حتى تحول إلى شخص آخر. في تلك اللحظة ذكره النظام بأن القناع قادر على تحويله إلى أي شخص رآه من قبل. عند سماعه ذلك أدرك أن الوقت قد حان للانتقام. قبل دقائق أسقط عامل التوصيل قناع صبي عن طريق الخطأ، طالب والد الصبي بتعويض قدره $1000، وإلا هدده بالضرب. ولما رأى ملابسهم الفاخرة أدرك عامل التوصيل أنه لا يملك المال الكافي لمواجهتهم، فلم يكن أمامه خيار سوى تسليمهم كل ما كان معه من نقود. بعد أن أخذوا المال سخروا منه ووصفوه بالخاسر البائس، ثم ألقوا القناع على الأرض وانصرفوا، مما أثار فضول الرجل لمعرفة نوع القناع الذي قد يكون ثمنه باهظا. فجأة جذبته قوة هائلة نحو القناع. عندما استعاد وعيه وجد نفسه قد تحول إلى والد الصبي، ولكن ما إن خلع القناع حتى عاد إلى هيئته الأصلية. في تلك اللحظة بالذات أدرك تماما كيف ينتقم، بينما كان الزوجان يضحكان على غباء عامل التوصيل الذي خدعهما وسلبهما $300 مقابل قناع لم يكلفهما سوى $3. في تلك اللحظة تلقى الرجل مكالمة من مديره، فأخبر زوجته أن تذهب إلى المنزل أولا بينما يمر هو على المكتب. ولكن بعد أن انفصلا خرج عامل التوصيل من الظل، وبعد أن سمع حديثهما ثار غضبا وارتدى القناع على الفور وعاد إلى هيئة زوج المرأة. وبينما كانت تغلق الباب وتستعد للاستحمام رن جرس الباب فجأة. دخل عامل التوصيل مبتسما موضحا أن مديره أخبره فجأة أنه لم يعد بحاجة للعمل لساعات إضافية، ثم توجه مباشرة إلى غرفة النوم. وبعد بحث دقيق وجد الرجل بعض المجوهرات الذهبية في الدرج. لم يكن طمعا، بل أراد فقط أن يأخذ ما يكفي من المال لتعويض ما سلب منه. ولكن بينما كان على وشك المغادرة دخلت المرأة راغبة في مشاركة السرير مع الرجل الذي تحول إلى زوجها. قبل أن يتمكن من الرد دفعته على السرير. دفعها الرجل بعيدا بسرعة وكذب قائلا إنه بحاجة للاستحمام، ثم انتهز الفرصة للهرب. عندما عاد إلى المنزل صادف مالك العقار المتعجرف الذي أخبره أن الإيجار سيتضاعف، لكنه لم يغضب بل شعر بنشوة عارمة، لأن الانتقام ممن ظلموه لم يشعره بالذنب قط. سرعان ما عثر الرجل على خزنة في خزانة ملابس مالك العقار، وبينما كان يحاول فتحها ظهرت رسالة تقول: تم فتح خاصية التعرف على الوجه. شعر بسعادة غامرة لرؤية $20,000 بداخلها، لكن فرحته لم تدم طويلا. في تلك اللحظة سمع طرق على الباب، اتضح أنه داء يطالبه بالسداد. فتح الباب بسرعة وسمح لهما بالدخول. قال له زعيم العصابة إنه إذا لم يسدد المال اليوم فسوف يلقنونه درسا. بعد أن قال هذا انصرف الزعيم بحثا عن الشخص التالي لتحصيل الديون، تاركا رجاله لمراقبة الرجل. لكن الرجل خطرت له فكرة عبقرية. أخبر البلطجي أنه بحاجة للنزول إلى الطابق السفلي لاقتراض بعض المال. ظن البلطجي أنه طالما بقي في الشقة فلن يهرب، فوافق. لكن عندما خرج الرجل ارتدى قناعه وتحول إلى زعيم العصابة. استغرب البلطجي عندما رأى زعيمه يعود، ثم طمأنه الرجل ألا يقلق بشأن هذا المكان الآن. وهكذا اصطحبه البلطجي إلى المنزل المجاور لتحصيل الدين. بشكل غير متوقع اصطحبه البلطجي إلى شقة المالك. عندها أدرك الرجل أن المالك مدين له $1,000,000. رآهم المالك قادمين لسداد الدين فارتعد خوفا.